تعالوا مع بعض نشوف ونسمع بعض وجزء من سيرة الدكتور عصام الحداد في هذا الفيديو، ونرجع مع حضراتكم بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. أنا الدكتور عصام الحداد، ولدت في 14 نوفمبر 1953 بالأسكندرية في أسرة علمية وطنية عرفت بالانضباط والالتزام. والدي المهندس أحمد الحداد نائب وزير التعمير الأسبق وممثل مصر بالمحافل الدولية. نشأت في بيئة تقدر العلم، مؤمناً أن خدمة الناس لا تكون بالشعارات بل بالعلم والخبرة والعطاء. حفظت القرآن والتحقت بكلية الطب جامعة الأسكندرية، وانتخبت رئيساً لاتحاد الطلاب عام 1975. سلكت طريق البحث العلمي وحصلت على الدكتوراه من جامعة برمنغهام والماجستير بإدارة الأعمال من آستون ببريطانيا. عشت بالخارج طويلاً ولم يغب وطني عن قلبي، فشاركت بأعمال إغاثية وأسهمت بتأسيس مؤسسات خيرية وتنموية، وانخرطت بالعمل العام والفكري. انضممت للإخوان المسلمين منذ شبابي لكونها منهجاً شمولياً للإصلاح، وأصبحت عضواً بمكتب الإرشاد بعد ثورة 25 يناير. وفي حزب الحرية والعدالة عنيت بملفات العلاقات الدولية، وعام 2012 شرفت بمنصب مساعد الرئيس محمد مرسي للعلاقات الخارجية بهدف بناء علاقات متوازنة واستعادة دور مصر الإقليمي والدولي. ونظمت 12 زيارة لكبرى الدول. بحدوث الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 احتجزت بالحرس الرئاسي مع العديد من قيادات الجماعة، ومنذ ذلك التاريخ أقضي أكثر من 12 عاماً بالحبس الانفرادي الشديد بسجن بدر وغيره، محروماً من الزيارات ل8 سنوات. ورغم بلوغي 72 حكم علي بأحكام قاسية، ودورت بقضايا جديدة حتى بعد انتهاء الأحكام الجائرة. عشت ظروفاً شديدة القسوة وأعاني تدهوراً صحياً، حيث تعرضت لأزمات قلبية في ظل تجاهل المطالبات المتكررة لتحسين الرعاية، ونقلت للمستشفى لإجراء جراحة دون علم أسرتي. المعاناة طالت أسرتي، فنجلي جهاد معتقل منذ 2013 ونال البراءة بكل القضايا ولا يزال سجيناً. واعتقل زوج ابنتي، وتوفي شقيقي الهشام بالسجن للإهمال الطبي في يناير 2025. وتعرض شقيقي الأكبر المهندس مدحت الحداد لعشرات الأحكام الظالمة. ورغم ذلك ما زلت أؤمن أن ما يزرعه الإنسان من خير وعلم يبقى. إن مصر تستحق أن يجتمع أبناؤها على الخير والعدل والحرية، وأن تبنى بالعلم لا بالخصومة والانتقام. الأيام تتغير والحقوق لا تسقط، والله لا يضيع أجر من أحسن. فإن تأخر عدل الدنيا فإن عدل الله لا يتأخر، وإن غابت الحرية فستعود بإذن الله، وما ذلك على الله بعزيز. صوت إنسان في العتمة بينادي، صوت إنسان أقوى من الوجع، بيقول أنا لسه حي والحلم لسه جاي.